في الساعات الأولى من صباح يوم الوقفة 15/6/2024 كانت سعاد اللي في الصورة دي بتتكلم مع حد بصوت عالي جوه بيتها، لدرجة إن صوتها هي واللي بتكلمه كان واصل لجيرانها بشكل واضح. وفجأة في نص المناقشة الحادة بتاعتهم صوتها وقف فجأة بعد ما طلع منها صرخة مكتومة. واللي حصل بعدها إن اللي كانت بتتكلم معاه سابها وخرج من البيت وقفل الباب وراه. وبعدها بدقايق يطلع من بيت سعاد أصوات صراخ سمعها كل أهالي المنطقة، اللي دخلوا في حالة من الذهول من اللي شافوه بعينهم وسمعوه بودنهم. طيب مين هي سعاد؟ ومين الشخص اللي كانت بتتكلم معاه؟ وكانوا بيتكلموا في ايه؟ وازاي كلامهم انتهى؟ وايه اللي اهل المنطقة شافوه وسمعوه بعدها ودخلهم في حالة من الذهول؟ هستأذنك تعمل لايك دلوقتي حالا وتسيب اي تعليق ولو بنقطة، وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. أصدقائي متابعين سندوتشات رعب في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ربنا يعيده عليكم بالخير والصحة والسعادة. قصة النهاردة أحداثها بتدور يوم وقفة العيد اللي هو يوم السبت 15/6/2024، وتحديدا في الساعات الأولى من صباح اليوم ده في منطقة اسمها قليني أو جليني باشا تابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا، لما حصل المشهد اللي قلناه في المقدمة. بس تعالى نرجع قبل التاريخ ده بشوية، ممكن شهور أو سنين قليلة، عشان نشوف الصورة كاملة. في واحد من بيوت منطقة جليني باشا كان عايش شريف اللي عنده 33 سنة تقريبا مع والدته الست الكبيرة اللي اسمها سعاد وعندها 59 سنة. سعاد كانت ست طيبة جدا ومجتهدة وشغالة ممرضة في واحدة من مستشفيات مركز العدوى، وده مركز تاني تابع لمحافظة المنيا وملاصق لمركز مغاغة اللي هم مقيمين فيه. الحاجة سعاد كانت معروفة بين أهل المنطقة بحسن أخلاقها وإنها ست طيبة، ده غير إنها شايلة مسؤولية تربية ابنها اللي هو شريف وأخته من بعد وفاة والدهم من حاجة و30 سنة تقريبا. وفعلا الحاجة سعاد كانت قد المسؤولية وزيادة، وقدرت انها توفق بين تربية ولادها وتعليمهم وشغل البيت وبين شغلها كممرضة في واحدة من مستشفيات مركز العدوى، وتقريبا كانت مستشفى حميات العدوى. ده غير انها كانت ست ملتزمة وبتصلي كل صلاة في ميعادها ولسه عاملة عمرة في العدوى. ده غير انها كانت ست ملتزمة وبتصلي كل صلاة في ميعادها ولسه عاملة عمرة من فترة قريبة. ده غير انها كانت ما بتتأخرش عن جيرانها في اي مساعدة بيطلبوها، وفعلا كانوا بيطلبوا مساعدتها كتير سواء بالليل او بالنهار في رعاية المرضى منهم. وده لأن طبيعة شغلها كممرضة مديها خبرة في طريقة التعامل مع المرضى بالشكل الصحيح والاعتناء بيهم. ولحد هنا انت كده عرفت كل حاجة تقريبا عن الحاجة سعاد. تعال بقى ندخل على الشخصية التانية اللي معانا النهاردة، وهو ابنها شريف اللي في الصورة ده. شريف هو شاب عنده 33 سنة مقيم في منطقة جليني باشا مع والدته الحاجة سعاد. وللأسف شريف كان شخص عاطل ومش معروف له شغلانة معينة، وده معناه ان شريف كان عايش في حالة تخبط ومالوش شغل واضح، وبالتالي ملوش هدف واضح في الحياة او حاجة معينة تخليه يشتغل ويكافح عشان يوصل لها. يعني باختصار كده شريف كان فاقد الدافع اللي يخليه يبني اي حاجة في حياته. وده برغم ان فعلا والدته الحاجة سعاد ما اثرتش في تربيته من صغره ومن بعد وفاة والده من اكتر من 30 سنة، وبذلت كل جهدها ووقتها ما بين شغلها كممرضة عشان تجيب فلوس تصرف عليه وتربيه هو واخته، وما بين انها تعلمه وتاكله اكل كويس وتلبسه لبس كويس وتهتم بيه كأي أم. لكن في حاجات احنا مهما كنا حريصين عليها مش بتطلع زي ما احنا كنا عايزينها. وللأسف برغم كل التضحيات اللي قدمتها الحاجة سعاد عشان تربي شريف وتعمل منه راجل قوي يعتمد عليه ويقدر يعتمد على نفسه وتفرح بيه لما يشتغل شغلانة كويسة ويتجوز جوازة كويسة، للأسف بدل كل ده الحاجة سعاد لقيت ابنها شريف طالع ملوش هدف في الحياة وما اشتغلش أي شغلانة ثابتة وفضل حامل للقب عاطل وما يقدرش يشيل مسؤولية. وفوق كل ده كمان ابنها شريف بقى مدمن مخدرات، ودي كانت هي المصيبة الكبيرة في حياة الحاجة سعاد. وطبعا انت مش محتاج اقولك هي حاولت قد ايه انها تشده من الطريق ده وتخليه يبطلها، لكن صحاب السوق اللي شريف كان متعود يقعد معاهم ومسلمهم نفسه كانت كفتهم هي الاقوى من كفة الحاجة سعاد، وقدروا انهم يشدوا شريف ناحيتهم ويسيطروا عليه لحد ما شريف غرق بشكل تام في سكة المخدرات وبقى شخص يستحيل السيطرة عليه من طرف والدته لوحدها. وللأسف في النهاية الحاجة سعاد خسرت الحرب دي وما قدر عليه من طرف والدته لوحدها. وللاسف في النهايه الحاجه سعاد خسرت الحرب دي وما قدرتش انها تشد شريف بعيد عن الطريق اللي هو ماشي فيه، برغم انها دخلت معاه في مشادات كلاميه كتير جدا وكانت بتبقى ناقصه تعيط وهي شايفه ابنها بيضيع ومش عارفه تنقذه ازاي، وهو نفسه مش بيحاول انه يساعد نفسه. وفضل شريف مكمل وهو كل يوم بيغرق اكتر من اليوم اللي كان قبله، وخلاص ما بقاش فيه طريق يقدر يرجع منه ويفضل الوضع على ما هو عليه.
عليه لحد اليوم اللي حصل فيه مشهد البداية. في الساعات الأولى من صباح يوم الوقفة اللي هو يوم السبت 15/6/2024 جيران الحاجة سعاد سمعوا صوت عالي طالع من بيتها، والصوت ده كان عبارة عن مشادة كلامية بينها وبين شخص تاني. بس للأسف دي مش أول مرة جيران الحاجة سعاد يسمعوها وهي في مشادة زي دي، وده لأنهم كانوا متعودين إنها دايما بتدخل في مشادات حادة مع ابنها شريف، وهي بتحاول إنها تخليه يبطل الحاجات اللي بيشربها. وفي ناس بتقول إن المشادة اللي حصلت في اليوم ده بالتحديد كانت بسبب إن شريف كان عايز منها فلوس عشان يشتري حاجة من الحاجات اللي بيشربها، وإن الحاجة سعاد اتصدرت له في اليوم ده ورفضت رفض قاطع إنها تديله جنيه واحد، وفعلا خدت موقف. واللي حصل وقتها إن في عز ما هم معليين صوتهم على بعض فجأة الصوت اتقطع تماما من الطرفين، والبعض بيقول كان في صرخة مكتومة طلعت قبل ما الصوت يقف، لكن محدش ادى للموضوع اهتمام لأن دي مش أول مرة يحصل بينهم مشادات زي دي. وفضلت الدنيا هادية كده لحد ما فجأة بدأ يطلع صوت صراخ سمعوا كل أهل المنطقة، وحصل حالة من الذعر بين الناس، وفورا يوصل بلاغ للشرطة من أهالي منطقة جليني باشا التابعة لمركز مغاغة بالعثور على جثمان واحدة في بيتها. وفورا تطلع قوة أمنية لمكان البلاغ ومعاها عربية إسعاف ويتأكدوا من صحة البلاغ، ويلاقوا الحاجة سعاد وقع على الأرض ومتصابة في منطقة الرقبة إصابة كبيرة بسلاح أبيض. ويتضح من تحريات الشرطة إن آخر حاجة حصلت كانت مشادة كلامية كبيرة بينها وبين ابنها المدمن شريف، اللي اتضح انه هرب فورا بعد ما عمل عملته. وفعلا الواقعة دي سببت حالة كبيرة من الذهول بين سكان المنطقة وللقوى الأمنية اللي حضرت ان ابن يعمل كده في والدته، وكمان في أيام مباركة زي دي. حقيقي مفيش أي كلام يقدر يوصف اللي حصل. وبالنسبة للي حصل بعد مباركة زي دي حقيقي مفيش أي كلام يقدر يوصف اللي حصل. وبالنسبة للي حصل بعد كده ان تم عمل محضر بالواقعة ونقل جثمان الحاجة سعاد لمشرحة مستشفى مغاغة المركزي وطلب تقرير من الطب الشرعي. وبدأت المرحلة الثانية في القضية اللي بدأت فيها الأجهزة الأمنية تدور على شريف وتبدأ رحلة البحث عنه في المنطقة، لدرجة إن في بعض الأهالي نشروا منشورات على مواقع التواصل بصورته وكاتبين عليها إن الشخص ده خلص على والدته، فيا ريت اللي يلاقيه يبلغ فورا. وكل ده تم في نفس يوم الواقعة اللي هو يوم الوقفة. ومش هقولك إن الدنيا هديت بعدها لأن ده فعلا ما حصلش لحد ما وصل بلاغ تاني بعد أقل من 12 ساعة من الواقعة لمدير أمن المنيا من مدير محطة سكك حديد مغاغة إن في شخص رمى نفسه قدام واحد من قطارات الصعيد اللي كانوا معديين على المحطة، وتحديدا في مزلقان محطة سكك حديد مغاغة البحري. وساعتها فورا يتنقل فريق من الإسعاف والشرطة للمحطة ويتم تجميع أجزاء الشخص ده اللي كانت حرفيا متناثرة على القضبان. وبعد ما اتعمل الفحص اللازم يتضح إن الشخص ده هو نفسه شريف اللي لسه مخلص على والدته من ساعات قليلة جدا. وطبعا تم نقل أجزائه اللي راحت لنفس المشرحة اللي والدته دخلتها قبله بساعات قليلة، وهي مشرحة مستشفى مغاغة المركزي. القصة دي هي واحدة من قصص كتير بتحصل يوميا بسبب المخدرات. ولو انت بتشرب او حد قريب منك جدا بيشرب وفاكر انك بعيد عن القصص دي وان الوضع تحت السيطرة، عايز اقولك انك غلطان، وان برضو الوضع كان تحت السيطرة بالنسبة لشريف ووالدته لحد ما في لحظة عدم وعي منه خلص على والدته في اقل من دقيقة بحركة غالبا لا ارادية منه. ولما فاق وعرف هو عمل ايه ما استحملش ورمى نفسه تحت القطر وخلص على كل حاجة حتى على نفسه. انت مش اقوى من المخدرات لو بتشربها وفاكر انك مسيطر عليها، بس انت اقوى منها في حالة انك قررت تبطلها وخدت القرار فعلا. يا ريت لو وصلت لهنا ضروري تدعي للحاجة سعاد في التعليقات بالرحمة، وما تنساش اللايك بتاعك لو الحلقة عجبتك وعشان توصل لغيرك. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، وكل سنة وانتم طيبين ومع السلامة.